السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم شاركت معكم بروشيط ديال الدجاج، كيجيو زوينين بزاف بواحد التتبيله رائعه. وشاركت معكم ايضا طريقه تحضير الرز كيجي غزال بزاف في المذاق. كنتمنى تشاهدوا هذا الفيديو هذا من الاول حتى الاخير، وما تنساونيش من لي لايك ومن البارطاج ومن التعاليق الزوينه. ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. زلافه ديال الروز اصفر كلاصي اللي غسلته. عندي هنا كميه ديال صدر الدجاج مقطع طريفات. عندي هنا فلفله حمراء وخضراء اللي مقطعه مربعات. بصله كبيره مشلضه. وعندي هنا معلقه كبيره ديال الحامض مصير مقطع. ضامه ديال الزعفران. شويه ديال الزيتون خضر. جوج ورقات ديال سيدنا موسى. بالنسبه للعطريه عندي سكينجبير، خرقوم، فلفله حمراء، بزار، قزبور معدنوس، الملح. وعندي هنا زرعه القزبور، العطريه ديال القضبان، لا موطارد، شويه ديال السودانيه. وعندي هنا العطريه ديال الدجاج. وعندي هنا الثومه بودر. دوزو الطريقه ان شاء الله. اول حاجه غادا ندير الرز يطيب. غادا نضيف نصف الكميه ديال البصله. زدت شويه ديال الثومه بودر. ضفت الزيتون خضر مقطع، ورقات ديال سيدنا موسى، الحامض مصير مقطع، وضامه ديال الزعفران. الحامض كيعطي واحد المذاق زوين بزاف للرز. زدت معلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج. ودابا غادا نزيد العطريه، سكينجبير، البزار، خرقوم. زدت شويه ديال الملح، وردوا البال مع الملحه حيت اصلا الزيتون والحامض المصير كيكونوا مالحين. دابا ضفت نص الكميه ديال القزبور معدنوس. زدت شويه ديال الزيت النباتيه. غادا نرد الطاوه فوق البوطه على نار مهيله، وندوز نشرم قطيعات ديال الدجاج ان شاء الله. غادا ندير البصله اللي بقات لصدر الدجاج. غادا نزيد شويه ديال الثومه بودر، قزبور ومعدنوس اللي بقى، شويه ديال الملح، شويه البزار، سكينجبير، الخرقوم، شويه ديال الفلفله حمراء، زرعه القزبور، عطريه ديال القضبان، والهريسه او نديرو السودانيه، شويه ديال لاموطارد، شويه ديال زيت العود. ودابا غادا نخلط صدر الدجاج مع التوابل. والدجاج كيجي بهذه الطريقه هذه كيجي زوين بزاف، كيجي شارب داك التتبيله، وكيجي فتين، كيجي رائع في المذاق. دابا غادا نخليه تقريبا نص ساعه حتى يشرب داك التتبيله، ومن بعد غادا نرجع معكم ان شاء الله. ومن بعد ما تشحرات مزيان البصله وداك العطريه، دابا غادا نضيف لها الرز. ومن بعد ما تشحر الرز، دابا غادا نزيد الماء الكافي اللي غادي يطيب فيه، ونخليوه على نار متوسطه. مره نقلبوه، راه دغيا كيطيب، ما كياخذش وقت بزاف. ودابا غادا نوجد قطيبات. كندير طريف ديال الفلفله، ومن بعد كنضيف طريف ديال الدجاج. وغادا نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي.
والروز من بعد ما طاب كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي ناشف، كيجي المذاق ديالو غزال بزاف. كنتمنى تجربوه. ومن بعد ما وجد الروز دابا غادا نشوي البروشيط ديال الدجاج. ومن بعد ما كنقلبهم كندهنهم بشويه ديال الزيت مع فلفله حمراء، كتعطيهم واحد اللون زوين. ومن بعد ما ساليت دابا غادا ندير الروز في طبق التقديم مع بروشيط ديال الدجاج. ومن بعد ما وجد الطبق ديالنا كيجيو قطيبات ديال الدجاج طايبين وفي نفس الوقت كيجيو فتيين وكيجيو بنان بداك التتبيله. وايضا الروز كيجي غزال بزاف بالعطريه وبالحامض مصير. هاد الاكله هذه نقدروا نوجدوها في الغداء اولا في العشاء دغيا كتوجد. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ويكون خفيف على قلبكم، ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. خليتكم على خير.